السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بصوا، انا اسفة على بشاعة المنظر، بس انا حبيت اوريكم مطبخي لان جاي لي كومنت بيقول لي ده انت مطبخك فله، ده انت على طول ما شاء الله. بحس ان انت مطبخك ما بيتدهولش. بصوا، حبيت اوريكم مطبخي كل يوم، او اليوم اللي انا ممكن اسهى عليه، او يكون عندي مشوار، او يكون عندي مثلا ضغط يوم مثلا، وما احس ان انا مثلا ما دخلتش في المطبخ، او احس ان انا بعدت عن المطبخ يوم، او رحت مثلا في مشوار، او جالي ظرف او اي حاجه فما دخلتش المطبخ مثلا نص يوم. ممكن اقول لكم يعني مثلا المواعين دي مثلا مواعين غدا وعشاء، وتاني يوم انا بصور معاكم. بصوا، يعني شايفين كميه مواعين؟ انتوا شايفينها ان هي صغيره؟ هوريكم دلوقتي خطوه بخطوه كميه مواعين، يعني الله المستعان. ربنا يقوي كل ست بيت على بيتها وعلى اولادها وعلى حياتها يا رب، ويعين كل واحده. طبعا زي ما انتم شايفين كده كميه مواعين جامده. حبيت افتح النهارده الكاميرا واعمل معاكم الروتين الجامد ده، نشجع كده مع بعضينا. تقومي تشجعي كده، مش الجو ساقعه ننام بقى تحت البطانيه والدنيا تكركب والمنظر البشع اللي انتوا شايفينه ده. ساعات ببقى حاسه ان انا خلاص، يعني خلاص مش قادره اقوم، خلاص سقعانه، مش قادره، عندي احباط، عندي كسل كده، يعني زي كل واحده بيحصل لها. بحس ان تاني يوم الدنيا تركيبة فوق راسي. بحس ان انا كل ما يكون الحوض فيه مواعين، بحس ان الدنيا مش نظيفه خالص. بحس ان كل حاجه مش تمام. فصراحة يعني من الندر ان انا بوصل للوضع اللي انتوا شايفينه ده، كل فين وفين لما بوصل للوضع ده. فحبيت ان انا اوريكم، ومش عايزه اديكم طاقه. عايزين يعني ايه، نبقى مع بعض كده ايه خفاف، واللي عندها حاجه تقوم تتنشط كده معايا وتتشجع، ونفك بقى الكسل كده، ونفك لايه، لان الشتاء انتوا عارفين كلنا بنوخم تحت منه، او بنحس ان احنا مش قادرين نقوم وسقعانين وجسمنا مكسل، وكل اللي بيحصل لكل ستات البيوت. فحبيت النهارده بقى ايه، نتشجع مع بعض. فانا ايه، مسكت بقى المواعين كده حاجه حاجه، بلم الكوبايات زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى الطباق، باخدهم بالتدريج كده. بصوا، غسلت يعتبر نص المواعين، وجبت النص التاني اللي انا قسمته حطيته ورايا كده عشان الدنيا ما تكركبش على بعضيها. طبعا بدأت بقى ايه، امسك بقى شويه تانيين، بقسم كده المواعين عشان ما احسش ان زمان شفت في اول فيديو كده ان الدنيا مكربسه كده فوق راسي. فباخدهم ايه بالتدريج كده اهو. بس انا بقى مسرعه الفيديو طبعا، واسفه بقى على صوت المواعين وصوت الخربطه دي اهو. مع النهارده الروتين معانا جامد، وكله بقى تحفيز كده وكله نشاط، وهننشط بعضينا بقى كده ونقوم ايه، كل واحده ايه هتقوم تتنشط دلوقتي. بصوا، انا من الناس اللي لما بشوف يعني مثلا بكون مثلا فاتحه التليفون واشوف حد عامل روتين او حد متشجع وكده، انا بتحفز واقوم حتى لو انا قاعده كسلانه. فاحنا بقى ايه كلنا كده نشجع بعضينا كده ونقوم. اللي عندها حاجه بقى ايه تقوم تعملها كده. صدقوني اول ما بتبتدي تمسكي حاجه، حتى لو انت كسلانه بتقومي بتتنشطي، حتى لو انت سقعانه بتحسي ان انت جسمك دفي وخلاص، خلاص بقى اتنشطتي اهو. بصوا يعني، دي بقى الالمونيا، صواني الالمونيا دي اللي كان فيها الكيك. هفطر معاكم دلوقتي، اعمل برضو وافطر معاكم من الكيك اللي انا كنت قلت لكم عليه في اللايف. هعمله، وطبعا انا كنت صورته، هعمله وانزله برضو، هعمله لكم فيديو. الكيكه اللي هي بالبلح دي تحفه بجد يا جماعه. هعملها واصورها معاكم وانزلها لكم. انا كتبت لكم المقادير في صندوق الوصف في اللايف اللي انا كنت عاملاها من يومين. فهعملها برضو وانزلها لكم فيديو ان شاء الله. بس انا حبيت بقى اعمل الروتين ده. حسيت ان الدنيا مكركبه في المطبخ، فقلت بقى ايه، اعمل روتين. من زمان ما عملتش معاكم روتينات، اللي هي ايه، الروتينات التشجيعيه دي اللي بتشجعني وتشجعكم. بجد بتشجع جدا لما بقى افتح كاميرا معاكم، وانا اكون عندي حاجه زي كده وروتين زي ده، ببقى مبسوطه جدا وانا فاتحه معاكم الكاميرا. طبعا هنا بصوا زي ما انتم شايفين البوتاجاز عامل ازاي، والمطبقيه اللي هي بقى دي بحطها جنبي على الخيمه كده، جنبي على الحوض، بحط فيها الكوبايات، بحط فيها الطباق كده، اللي هي استخدامي
اليومي. طبعا بصوا منظرها بشع، مش نضيفه جدا، لان على طول بصفي وزي ما انتم شايفين كده على الصفايه. بعد كده برص في المطبقيه، برضو بيوصل لها ميه وبتعفن او مش بتعفن، بتغمق زي ما انتم شايفين كده. همسكها بقى افككها اهي وافضينها برضو، بما ان النظافه بقى تبقى نظافه كامله. وفي مثل بيقول نص العمى ولا العمى كله، ولانك تسيبي الحاجه خالص لما تبوظ خالص. يعني طالما ايدك في الحاجه هتحسي ان الحاجه معاكي بتنضف بسرعه. لو بتسيبيها عمرها ما هتنضف، لو حتى لو قعدتي تدعكي فيها هتسيب بقايا وهتبقى مش نضيفه خالص. صلوا على النبي بقى يا جماعه كده. كل ما نصلي على النبي كده كل ما نحس ان احنا بنفوسنا كده مهديه وحاسين براحه وحاسين بكل حاجه بامر الله بتمشي بتعدي يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا مسكتها كده بقى، كانت معصلجه معايا وانا عماله افكها، ففكيتها باذن الحمد لله يعني. ومسكتها بقى حته حته كده بدعكها، لان هي جنب البوتاجاز فالزيوت بتوصل لها، ترطشه بقى مطرح قليه مطرح حاجه، فلازم ندعكها. طبعا بصوا يا جماعه انا مسرعه الفيديو، لو انا مش مسرعه الفيديو هتشوفوا الدعك بجد. يعني ربنا يديني الصحه يا رب، ويدي كل واحده الصحه. الواحد ما بيحس ان هو في شويه صحه بيحاول يكسر الدنيا يعني. مسكت بقى كده زي ما انتم شايفين كده. خليتها صراحه فل يعني. لسه الروتين معانا طويل شويه، بس اهم حاجه ان انتم ما تزهقوش ولا تملوا. بنشجع بعضينا. الروتين النهارده نسميه بنشجع بعضينا اهو. ما شاء الله الواحده لما اكون حاسه ان الحته نظيفه حوالين منها، المطبخ بالذات. يعني انا بصوا من الناس اللي انا يعني ممكن اقول لكم بقيه الشقه تكون مكركبه كركبه بسيطه، والمطبخ حاسه ان هو نظيف، حاسه ان كل حاجه نظيفه. والله لو المطبخ ده فيه شويه كوبايات وشويه طباق بحس ان الدنيا كلها مكركبه. اهم حاجه عندي المطبخ. وانا كان كل يوم اغسل مواعين كده، اغسل طبقين، اصبي البوتاجاز كده بس وخلاص بصراحه يعني. فلما مثلا اشيل العيون زي ما انتم شايفين كده، انا هعمل دلوقتي هوريكم انا هعمل ايه. بحس بقى براحه نفسيه يعني. بصوا ده المكان اللي كان فيه المطبقيه لما بتنزل برضو من مطرح الحوض بيطرطش ميه عند الرخامه دي. طبعا انا جايبه كانت دي قطعه الرخامه اللي هي كانت تقويره الحوض. لما جيت قورنا مكان الحوض عشان نركب الحوض اللي استلس، فطلعت حته الرخامه اللي انتوا شفتوني شلتها دلوقتي، فانا حطاها فوق دي بحيث ان هي تعلي المطبقيه. فباجي بتعمل برضو يعني الميه برضو بتريم او بتعمل ريحه مش لطيفه خالص. فلازم كل فتره يعني حتى كل اسبوع اشيل الرخامه دي واصبنها. هتشوفوا دلوقتي هصبنها برضو تحت الحوض واصبي مكانها كده بحيث ان المكان يبقى نضيف. ساعات بجيب خل على ديتول، بس انا صراحه ما كانش عندي ديتول. واحط عليه ندعه خل واحط بيه على الرخام، بيخلي المكان ريحته جميله جدا، وبيخلي تحت الرخامه. طبعا انا بحط كده يعتبر رخامتين فوق بعض اهي الرخامه اهي. بيخليها ريحتها كويسه جدا. انا مش كان عندي فمسكتها بقى صبنتها تصبينه كويسه اهي، وهحطها وان شاء الله بقى بكره هجيب ديتول كده واحط عليه خل وهطوق بيه بقى همسح بيه الرخام، بيخلي ريحه الرخام كويس جدا. صبينا اهو. طبعا الفيديو عشان متسرع حاسين ان انا بعمل بسهوله او بخلص بسرعه يعني. لا والله بدي كل حاجه يعني، مفيش حد هيبخل على حاجته او هيبخل على نظافه حاجته يعني. فكل حاجه بتاخد حقها وبتاخد وقتها اهو. بصوا ما شاء الله. يعني كده انا صبنتها اهو. هنشفها برضو عشان ما يبقاش فيه بقايا ميه اهو، وهحطها ايه مكانها. يعني انا كنت بس بظبطها اهو. طبعا شايفين الصواني غسلتها تحت 3 صواني، وين كانت كتيره جدا. عشان تعمل في نفس العمله دي تاني، ولازم اول باول بالذات في الشتاء ده.
طبعا هنا بقى دخلت على البوتاجاز، الله المستعان على شكله، اللي يشوفه يقول بقى لي شهر ما غسلتوش، والله العظيم هو يوم واحد منظره عامل ازاي. يعني اصل انا متعوده مع البوتاجاز بالذات، لو عملت عليه سخنت عليه رغيف عيش لازم المعه بعديها على طول، فحاسه كده ان هو كارثه كده. بعدين العيون ما شلتهاش بقى لي فتره، حتى العين اللي في النص دي قافشه بقى لها فتره ما بتتخلعش خالص، فلازق عليها برضو زيت محروق، مش عايز ينضف خالص. هجيب له برضو منظف اللي هو قهر الدهون ده، وهحاول اخلع العين دي، هجيب حد يخلعها لي. ما بحبش انا العيون تبقى لازقه كده، معرفش قفشت من ايه، ممكن يكون زيت بحروق جوه ونزل يعني نقطه على العين فقفشت، فان شاء الله هعملها. بس انا قلت يعني ايه انضفه نص تنظيفه كده بدل ما يتساب خالص، اهو زي ما انتم شايفين. متزهقوش بقى ولا تملوا، تحسوا ان الروتين طويل، بس والله يعني زي ما انا حابه وجودكم معايا انتوا برضو تكونوا حابين حاجه زي كده. طبعا مسكت العيون برضو غسلتها، مشيت عليها السلكه كده، هي نطفت بس مش اللي هو بس نطفت عن الاول اهي. وهحط بقى الحوامل برضو غسلتها اهو. طبعا ما عادش عندي كده بقى اللي هرص بقى المواعين في مكانها، عشان بقى ايه امسك الرخام برضه اصبنه. طبعا انا كده برضه ماشيه بالحته اللي هي بتاعه المطبخ على الازاز بتاع البوتاجاز، على الازاز وعلى الفرن وكله، مشيت على كل ده طبعا، والكاميرا مفصوله، الكاميرا معلقاها. هنا بقى هرص بقى بقيه المواعين، هرص المواعين كلها، مش هخلي اي مواعين. بعد ما رصيت بقى دخلت على الرخام، قلت بقى صبنه تصبينه كويسه كده بحيث ان ما يبقاش فيه تراب. انتوا عارفين حتى لو ما بتجيش يمة جنب التراب، يعني الله المستعان مش عارفه التراب بيوصل لي ازاي. هلم بقى كده كله حته حته كده وهصبنها كده، حاطه ميه بقى ببريل كده، وقلت بقى ايه بالسلكه كده وجبت برضو السيراميك كده الحيطان، بحيث ان ايه يبقى كل حاجه نظيفه. طبعا ايدك بتجيبي يمين، ايدك بتجيبي الشمال، بتجيبي الجنب، بتجيبي اللي ورا، ما بتخليش يعني اهو. طبعا يعني انا الفيديو ده كان امبارح، كنت مصوره امبارح، كان الجمعه، بس انا ايه هنزله لكم النهارده اللي هو ايه السبت، بس ما عرفتش انزله امبارح لان انا يعني كنت في مشوار وما الوقت اتاخر وما عرفتش انزله متاخر. يوم الجمعه ده حسيت براحه نفسيه ان انا خلصت قبل صلاه الجمعه. ما بيكون عندي حاجه او عندي مثلا روتين، مش عندي روتين، عندي اي حاجه، عندي غسيل، عندي تنفيض، عندي اي حاجه، لازم اقوم بدري، لازم احس ان انا قبل الظهر اكون مخلصه. بصوا يا جماعه، شغلانتك كل ما تعمليها بدري كل ما تحسي ان انت مستريحه، حاسه ان اليوم معاكي حلو، حاسه ان اليوم معاكي مش تقيل. صدقوني لما يكون عندك حاجه قومي بدري ساعه هتخلصيها وهتحسي ان انت انجزتي وقتك. ده مش بدل ما تسيبي اليوم معاكي يوم تقيل، يوم مرخم كده، حاسه ان انت كل حاجه مكركبه فوق راسك، حاسه ان انت قرفانه. لا، بدري خلصي حاجتك، هتلاقي نفسك اليوم معاكي طويل، واليوم حاسه فيه براحه نفسيه، وحاسه ان انت انجزتي اللي انت عايزه تعمليه. طبعا هنا بقى مسكت السبت ده، بحط بقى فيه السكر والشاي والبن والحاجات اللي انا بستخدمها على طول اللي جنب ايدي، بحطها بقى على الفرن الكهربائي كده. فبرضو مسكته برضو لمعتهم كده من مطرح ايد، من مطرح اي حاجه، يبقى كل حاجه نظيفه اهي. وحبيت ان انا ارصهم كل حاجه حطيتها في مكانها اهي. طول ما بتعملي حاجه بتجيب حاجه، حاجه بتجيب حاجه، بتحسي ان كل حاجه حوالين منك نظفتيها، كل حاجه بقت معاكي نظيفه خالص. بصوا مسكت بقى الفرن كده من مطرح برضو، مع انه بعيد عن المطبخ بس بيوصل له زيوت وبيوصل له تراب وبيوصل له كل حاجه، لازم المعه كده. كل ما بلمع الرخامه المعه كده معايا، الاخر ما تلاقيش عليه زيوت ولا تلاقي عليه اي حاجه خالص. طبعا ايه رايكم بقى في الروتين بتاع النهارده بقى؟ الروتين حلو قوي
وروتيني بصوا بجد والله ممتع. بصوا حتى دي يعني شبيكة ورد كده صغننة كده بحطها كمنظر، برضو مزيتة هصبنها برضو، بحطها في الطبق برضو اللي فيه البريل ده واصبنها بالسلكة. كل حاجة الاقيها معايا كده لمعت كده. كنت حاسة ان المطبخ هتشوفوه دلوقتي قدام مني كده بيلمع كده، مع ان مش هي الترويقة اللي بصوا، عشان انا قلت لكم في اول الفيديو نص العمى ولا العمى كله. لما تعملي تنجزي حاجة غير ما تسيبي كله الدنيا بايظة سايحة. فانا من الناس اللي انا مش هقول لكم ان انا نكدته، لا انا يعتبر عملت نص الشغل. فحسيت ان انا مستريحه نفسيا، حسيت ان انا ما م- مش مش سايبه كل حاجه بايظه يعني. في بقى الترويقه التانية اللي انت بتجيبي بقى قلب المطبخ، بتجيبي السيراميك من فوق بتلمعيه بقى، بتجيبي له منظف مش عارفه ايه، بتعملي اللي هي الترويقه الجامده اللي احنا بنسميها ترويقه العيد وترويقه كل فتره ترويقه. لكن بصوا اللي انا بعمله ده المفروض كل اسبوع وكل يوم بنغسل مواعين وبنصب البوتاجاز ومش عارفه ايه. كل اسبوع كده تمسكي رخام كده وتزقي مثلا لو في اي حاجه على الرخامه تزقيها وتغسليها وتلمعيها وتعمليها، هتحسي ان على طول بيتك نظيف وانتي مستريحه نفسيا. طبعا مسكت هنا بقى الحوض بعد ما مسكت بقى الرخام وخلصته، قلت بقى الحوض ده اخر حاجه، لان عشان ما يبقاش في اي حاجه صبينها واعملها، مسكت بقى الحوض ده اخر حاجه. تصبين اهو، وحنفية بقى الفلتر بالحنفيات بكله، كله كده ما تخليش اي حاجة لغاية بصوا بيبقى عندي ليمون، ببقى مثلا نص ليمونة باقية، ليمون مثلا دبلان ما برموش، بروح عصراه في قلب البريل في قلب الصابون اللي انا بغسل بيه المواعين، بيبقى مطهر بقى للمكان والفواد والكده اهو، بيخلي ريحة الحاجة كويسة، تحس ان الحوض ريحته نظيفة، مش في اي ريحة يعني من مطرح المواعين او اي حاجة. دي الصفاية بتاعت الحوض. ايه رأيكم بقى في الروتين بتاع النهاردة؟ روتين حلو، خرجنا بقى بعيد عن اي كلام وعن اي حاجة او عن الطبخ وكده، فقلنا بقى نعمل الروتين الحلو ده ايه، نغير شوية. اتمنى ان انتوا تشجعوني بلايكاتكم الحلوة وكومنتاتكم الجميلة، واللي مشترك معايا على راسي من فوق، واللي مش مشترك يشترك ويفعل زر الجرس عشان القناة دي تكبر بيكوا وانا اكبر بيكوا، لان انتوا حبايبي بجد وناس حلوة وعيلتي التانية بجد. كل اللي متابعيني يعني اخواتي وحبايبي، اتمنى ان انا اكبر بيكوا يعني، انتوا اللي هتشجعوني وانتوا اللي هتخلوني ابقى عندي حافز ان انا اكمل. طبعا مسكت بقى الفوطه اللي هي بتاعه البوتاجاز، قلت برضو اللي هي الفوطه بتاعه البوتاجاز اللي انا كنت بلمع بيها الرخام والحاجه، قلت برضو اغسلها كده عشان ايه اسيبها بقى ايه تنشف اهو. شفت بقى الشطره، مش بشكر في نفسي يعني، بس انا بدي نفسي حافز كده. طبعا ما عادش بقى الا الارضيه، قلت بقى ايه ادلق لها بقى شويه مطهر كده اهو، ميه بقى وبالمقشه كده، واجيب وبالمساحه هجيب برضو وبحته قماشه برضو، بس طبعا هكون فاصله الكاميرا عشان حسيت ان انا طولت عليكم قوي الروتين ده، بس والله حاولت بقدر الامكان ان انا اقصر منه عشان ما ازهقكوش اهو. ربنا يدي كل واحدة الصحة يا رب، ويقوي كل واحدة على بيتها وعلى أولادها وعلى حياتها يا رب، وتجعلها يا رب سنة سعيدة كده علينا، يجعل سنة 2024 دي سنة مليئة بالحب وبالخير وبالمودة وبالرحمة، وينصر أهل غزة ويرحم كل اللي ماتوا، ويكبر بخاطرنا يا رب كلنا، يكبر بخاطرنا في أحبابنا كل غالي علينا يا رب، وما يدخل غم على حد ابدا، ويجعلها سنة كلها خير وبركة وسنة سعيدة على كل أمة محمد يا رب، اللهم آمين.
طبعا بصوا المطبخ بقى عامل ازاي، فرشت بقى السجاده وكده. ايه رايكم بقى في المطبخ؟ بالله عليكم ده اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. تعالوا بينا بقى اما اعمل بقى ايه كوبايه قهوه كده. طبعا ده كان كله قبل الصلاه، قبل صلاه الجمعه. قلت بعمل كوبايه قهوه كده بلبن كده تظبط راسي. يعني انا بصوا من الناس اللي ما احبش افطر الصبح فطار وكده. يعني ممكن كوبايه شاي مع كيكايه مع قرصه مثلا عاملاها مع اي حاجه. انا حبيت بقى اعمل كوبايه قهوه كده بلبن تظبط الضغط كده. وكنت عامله كيكه اهي اللي قلت لكم عليها بالبلح. هي دي الكيكه اللي انا دوشتكم عليها. خلاص قربت تخلص مش هتكلم عليها تاني. طبعا بصوا اهي. وهولع بقى بخور قبل الصلاة كده عشان نبدأ يوم الجمعة ده كده بالخير وبالبركة كده. هو كله يوم الجمعة ده يوم كله خير ويوم كله بركة. طبعا المفروض كنت نزلت لكم امبارح عشان اقول لكم ما تنسوش تقروا سورة الكهف والصلاة على النبي بقى على قد ما تقدروا يوم الجمعة. من صلى على الرسول، من صلى عليه صلاة صلى بها عليها 10. آه، طبعا بصوا ولعت بقى البخور ومش عارفه مالي اتلجلجت ليه. وادي كوبايه القهوه. وادي بقى هفطر معاكم اهو. وادي الفيديو بقى بتاعي النهارده. وده الروتين بتاعي الجامد ده. هسميه روتين تشجيعي لينا كلنا، حافز لينا يوم الجمعه. اتمنى ان كلنا نتشجع بنفس الطريقه اللي انا اتشجعت بيها دي. وقولوا لي ايه بقى رايكم في المطبخ من اول ما شفتوه في الاول وفي الاخر. وكده الفيديو بتاعي انتهى. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.